السلام عليكم. كلكم شفتوا اللائحة ديال وليد الركراكي وبزاف كيقترح التشكيلات. اليوم غادي نعطيكم واحد التشكيلة اللي محتملة كبيرة انه يقدر تكون، يعني حاولنا نستخدموا شوية ديال المنطق، وبزاف كاين بزاف د الآراء، حنا نحاول نعطيو الرأي ديالنا وصافي. المهم الإخوان، فهاد اللائحة شفتوا وجوه جديدة، منهم أمين عدلي، وجوه اللي جات من المنتخب الأولمبي بوشواري، أمير ريتشاردسون السيباري، إبراهيم صلاح، وأيضا بلال خنوس وزلزولي اللي ديجا عرفناهم، ووجه اللي شحال هادي ما شفنا مع المنتخب، ايوب الكعبي وايضا يونس عبد الحميد. اليوم غادي نعطيو التشكيله المحتمله نحاولوا نخدموا فيها المنطق، في ظل انه كاين وجوه، قلنا وجوه جديده. امين عدلي اللي لعب فري واعر واعر ديال بصح، راه دازت عليه قصه كامله ودرناها غير في 6 دقائق، تصوروا معايا قصه فيها كل شيء الاخوان. يعني نحاول انكم تمشيو تفرجوا في القصه واعره واعره ديال بصح، غتلقاوها في الوصف ولا في اول تعليق، المهم تلقاوها في الوصف او في التعليق، المهم. ويلا نبداو. ياسين بونو في الحراسة د المرمى وانت مغمض عينيك. قلوب دفاع غادي نحطو اكرد، واللي حداه غادي نحاولو نعطيو الفرصة لشي لاعب هو يونس عبد الحميد اللي كيبين مستويات واعرة ديال بصح. كاين اللي يقول لي ابقار ديجا شاف وليد الركراكي والتسايس، ويقدر يعطي حتى الفرصة لابقار، علاش لا؟ ولكن كنشوف الاحتمالية الكبيرة انه يقدر يكون هو يونس عبد الحميد. على اليمين ظاهر ايمن، وانت مغمض عينيك واخا دير تشكيله عالميه تحطو فيها، هو اشرف حكيمي. وعلى اليسار غيكون مزراوي، في ظل انا ما عندناش شي ظاهر ايسار اللي واعر، يعني عندنا ظاهر ايمن اللي كيقدم زوين، اداء زوين، جوكر اللي هو مزراوي. ارتكاز نحطو جوج د اللعابه اللي مفاهمين مع بعضياتهم، يكون سليم ام الله وناحي. في ظل انه هادو مفاهمين مع بعضياتهم، فراه يصلحوا انه يكونوا بجوج ونلعبوا بواحد العشرة اللي يكون الامام ديالهم هو الصباري، اسماعيل الصباري، اللي تحطو في هذا البوست هذا يقدم اداء اللي واعر. وبالنسبه لأوناحي الاخوان، يقدر تحطو شي لاعب واحد اخر اللي هو بوشواري ولا امير ريتشاردسون، ولكن بوشواري كيبان لي مزيان على حسب المجريات ديال المباراه، على حسب الرؤيه ديال الناخب الوطني وليد الكراكي، ولكن الاحتمال الكبيره ما يبغيش انه يبدل بزاف، فراه هو غيحط سليم املاح واناحي، والصباري غيلعبوا كعشرة اللي غيعطي واحد الاداء اللي زوين الصباري صراحه، لانه كيخلق مشاكل كبيره وكبيره في دفاعات الخصوم، وكيلعب فرديات اللي زوينه والثنائيات، لعاب اللي تعول عليه ديال بصح، لعاب في اجواء افريقيه، اللهم بارك وزيد في ذلك، كيدير المشاكل، مشاكل ديال المشاكل لدفاعات الخصوم. على الايمن جناح ايمن غيكون امين عدلي، لانه لاعب كيخلق تو المشاكل لدفاعات الخصوم. الى زائد ذلك ان امين عدلي يلعب لك كجناح ايمن او جناح ايسر، باش هي شفتوه كجناح ايسر ما تقولوا راه او راه سميتو، لا راه كيلعب جناح ايمن وجناح ايسر، وايضا حتى راس حربه باش تكونوا عارفين نفس البروفايل ديال ابو خلال. وكي لا يقول لي ابو خلال، فانا كنظن احتمال كبير انه بيجرب لعابه وحدين اخرين، يعني يجرب لعابه اللي جداد، فراه امين عدلي احتمال كبير يقدر تشوفوه. على اليسار غيكون زلزولي، ورأس الحربة غالبا غيبغي يجرب نصيري، والميطة الثانية يدخل الكعبي، يقدر انه يدخل حتى حمد الله يعني، ولكن يبغي يشوف حتى الكعبي، في ظل انه شاف نصيري وشاف حمد الله وشاف شديرة، فيبغي يشوف حتى الكعبي. هذا الشيء هو اللي كاين. فيقدر تشوفوا التغييرات في الميطة الثانية بحال بلال الخنوس. عندك حتى تغيير المكان ديال عدلي، حتى هو يقدر يلعب بجناح ايسر ويدخل باش يشوف ابو خلال، حتى هو يقدر تشوفوا بزاف ديال التغييرات، حتى يعطي فرصه لابقار حتى هو، علاش لا؟ وحتى جبران الاخوان، يعني شفتوا ان اصابه ديال امرابط تم التعويض ديالو بيحيى جبران. وحتى حارث كان يقول، يذكر لي حارث الاخوان عنده اصابه، فراه ما يمكنش انك تجي تدخلو وتلعبوا. حتى عندك حتى امرابط حتى هو عنده اصابه، ما يبغيش انه يريسكي بيه، يعني الا مشى حتى وقعت ليه شي حاجه الله يحفظ، فالمشكله خصوصا انه هو ايقونه في المنتخب الوطني المغربي، فما يمكنش انه تمشي وتدخلو. فسرت لكم علاش انا خدمت جوج خطوط ارتكاز اللي مفهمين مع بعضياتهم، لا دفاعيا واعرين، لا هجوميا، لا في البناء واعرين. سليم املاح راه نتوما عارفينه، السكوت ثم السكوت والخدمه ثم الخدمه، داكشي اللي عنده معاه. المهم الاخوان، هادشي مكان، وبيت اي واحد انه يحط الراي ديالو، شي لعاب بيتغيروا في التشكيله، بيتغير التشكيله قولها لي، اي حاجه في التعليق نناقشوها، ومرحبا جميع التعليق، لايك، شي اشتراك، تعليق زوين، والسلام عليكم.